اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي افضل حال. طبعا يا جماعه النهارده كده زي ما احنا شايفين هنعمل شيش طاووق مع بعض. ان شاء الله بتتبيله كويسه جدا، حاجه سهله وبسيطه. طبعا عايزه اشكر طبعا الناس قبل ما ابدا الفيديو، الناس اللي بتدعمني وتقف جنبي دايما، انتوا على دماغي من فوق ودايما منوريني، بحبكم في الله. يلا بقى نخش في الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده معايا طبعا هنا صدر متقطع كده زي ما احنا شايفين، قطع مربعات صغيره. طبعا ممكن يعني مش شرط صدر، يعني ممكن تعمليه بالوراك مش مشكله برضو. بتاعه الفراخ بتبقى حلوه برضو، بس انا هنا فضلت ان انا اعمله بالصدر. طبعا انا غسلته كويس جدا وصفيته من اي ميه وقطعته زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يلا بقى نبدا بقى، يا بركه بسم الله. معايا هنا بقى ايه يا جماعه؟ طبعا زي ما احنا شايفين كده انا معايا هنا مج كده صغير بتاع قهوه من اللبن، ونصه كده حوالي معلقتين كبار زيت. معايا ليمون، ده عصير ليمون. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا لو في زبادي هيبقى افضل من اللبن، بس مش مشكله، طبعا هي بتدينا نفس النتيجه. طبعا انا معايا الخلطه بتاع الشيش طاووق فيها كل حاجه، فانا مش هحتاج بقى احط لا ملح ولا توابل ولا اي حاجه، زي ما احنا شايفين كده. كل اللي انا هعمله ده الليمون. معايا حطينا اللبن، طبعا حطينا الزيت، طبعا معايا شويه من الخل كده برضو. حاجه بسيطه كده ما يعادل معلقتين كبار برضو. طبعا هقلب كل ده مع بعضه. انا عايزه اقول لكم بجد بامانه، يعني الوصفه دي تحفه يا جماعه، التتبيله دي خطيره، والله العظيم بجد خطيره. طبعا بقى كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هفتح الكيس بتاع الشيش طاووق ده وهنزل بيه كده عليه وهقلبه وهسيبه. تمام. طبعا هقلبه كويس جدا بحيث ان الشيش طاووق يتشرب من التتبيله كلها. طبعا عايزه اقول لكم ان احنا يعني اقصى حاجه ممكن نسيبه في التتبيله دي ما يعادل مثلا ايه 3 4 ساعات كده. وطبعا لو انتي عاملاه من بالليل هيبقى افضل واجمل كمان، وهيديكي طعم رهيب. بس انا كنت مستعجله بصراحه فسيبته حوالي 3 ساعات في التلاجة. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. طبعا انا زي ما انا قلت لكم ان انا ايه، خلاص انا قلبته كويس جدا. هسيبه بقى، هسيبه وهركنه خالص، وهروح اعمل الرز. خلاص بقى انا كنت عملت الرز وكان استوى كمان. بدأت بقى ان انا اجيب التتبيله بتاعته زي ما احنا شايفين كده. طبعا جبت فلفل اخضر، معايا بصله مقطعاها شرايح كده، مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي. وطماطمايه، طبعا لو في فلفل الوان مفيش اي مشكله برضه، هيديكي شكل ونكهه حلوه برضه. طبعا معايا هنا الخله بقى بتاع الشيش طاووق. طبعا ببقى نقعاها في ميه عشان بس ما تتحرقش مني او تتكسر. هنا بقى كنت انا عبيت الشيش طاووق. طبعا عايزه اقول لك بقى، لو انت وصلت معايا الفيديو لحد هنا طبعا ما تنسيش تدعميني وتعملوا لايك واشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. طبعا يا جماعه عاوزه اقول لكم يعني بامانه بجد الشيش طاووق كان طعمه خطير وكان تحفه قوي. طبعا انا بحطه في الصينيه كده وبدخله الفرن على نار متوسطه، بيبقى حلو قوي. طبعا كان هنا خلاص استوى معايا وخد لون خفيف كده. آه خلاص بقى غرفنا الرز بتاعنا، وده كان غدانا. يا رب اتمنى اكون فدتكم النهارده باي حاجه حتى لو كانت بسيطه. وما تنسوش بقى تعملوا ايه لايك يا جماعه، لانه بيفرق معايا وبيعلي الفيديو. مع السلامه.